مساء الفل. كنت عايزة أكمل معاكم الفيديو اللي عملته من كام يوم ونزلته لكم عن الحاجات اللي كانت موجودة زمان واختفت دلوقتي. مش بس الأدب والاحترام والمعاكسات والتواصل ما بين البني آدمين ده بس اللي اختفى، لأ، في حاجات تانية كتيرة قوي اختفت في وقتنا ده. معروف سببها، معروف جزء منها. أول الحاجات اللي اختفت من عصرنا دلوقتي الرحمة. الرحمة الصفة الإنسانية اللي بتميز البني آدمين، الصفة اللي بتميزنا عن الحيوانات. ولو انها دلوقتي بقت موجودة في الحيوانات ومبقتش موجودة في البني ادمين. ما بقاش عندنا رحمة يا جماعة. ما بقاش قلوبنا كده فيها طيبة. ما بقاش قلوبنا فيها رحمة على كل حاجة حوالينا. بنأذي بعض بكل الطرق. ما بنرحمش الناس اللي أضعف مننا. ما بنرحمش الكائنات اللي أضعف مننا. كل واحد بيقول يلا نفسي وبس. يمكن زمان ما كانش ده موجود كتير. زمان كانت الناس فيها طيبة. زمان كان الناس في قلوبها رحمة. كان في ناس وحشة كتير وكان في حاجات وعينات وحشة كتير من البني آدمين. بس دلوقتي الموضوع بقى أسوأ. يعني لو الأول كان نسبة الناس اللي عندها رحمة كان نسبتهم 60-70%، دلوقتي بقى نسبة الناس اللي عندها رحمة 10%. ودي نسبة كبيرة كمان. ما بقيناش نحن على بعض. ما بقيناش نتعاطف لما نشوف حاجة أو موقف يضايقنا أو موقف صعب، ما بقيناش بنتعاطف معاه. القلوب ما بقتش بتحن كده. تحس القلوب بقت حجرية أكتر منها لحمية. عارفين يعني إيه البني آدم يبقى قلبه حجري؟ شلنا القلوب اللحمية وقلبناها قلوب حجرية. الرحمة والحنية والإحساس اللي ربنا حطه في قلوبنا إحنا شلناه. ما بقاش موجود. انتوا عارفين أنا أوقات كتيرة قوي لما بتأثر، يعني لدرجة من كتر ما أنا شايفة إن الدنيا ما بقاش فيها حد عنده رحمة، لما باجي اشوف موقف يتعبني نفسيا او اعيط او حيوانات بتتألم او حد تعبان بيتألم او كده، فاعيط، اتضايق نفسيا او اشيل في قلبي قوي فاتعب نفسيا واحس بوجع في جسمي كده من كتر الحزن. عارفين اللي حد قلبه بيتعصر كده؟ اهو انا ببقى كده في الموقف دي. ساعات اقول لنفسي يا بخت الناس اللي ما عندهاش احساس. امانه ربنا انا كتير قوي اصلا بقول لهاني الكلام ده لما بتاثر قوي كده. فبقول لهاني انا حاسه انا عندي احساس زياده عن اللزوم. فبقول له يعني انا حاسه ان الناس اللي ما بتحسش دي في نعمه. قال لي ابدا، الناس دي عايشه في جحيم. وابتديت احس كلامه انه صح فعلا. الناس اللي ما عندهاش قلوب دي وما بتحسش وما بتتوجعش على وجع حد، دول عايشين في جحيم. دول قلوبهم متجمده، عاملين زي الميه الراكده كده، الميه اللي ما بتتحركش فيهاش روح، ميه ساكنه كده ملهاش لازمه. انما الناس اللي قلوبها لحميه وبتحس وبتشعر وبيبقى فيه رحمه في قلوبها، دول بني ادمين زي ما ربنا خلقهم. اي نعم بيتعبوا، واي نعم بيبقى الموضوع بالنسبه لهم، مش عايزه اقول مش عايزه اقول ان هم بيتألموا في حياتهم قوي. هم فعلا كده بيتألموا في حياتهم جدا. بس انا متاكده ان ده عند ربنا ليه، يعني ليه حساب تاني خالص. عند ربنا ليه اجر تاني خالص. مش معقوله البني ادمين اللي ما عندهمش احساس ولا ضمير ولا دم ولا رحمه هيتساووا بالبني ادمين دول اللي عندهم احساس ورحمه بكل مخلوقات ربنا واي حاجه بتاثر فيهم. مش ممكن دول يتساووا بدول. الله ليس بظالم. الله امين وعادل. بيشوف ده بيعمل ايه ويجازيه، ويشوف ده بيعمل ايه ويجازيه. فحتى لو الناس اللي قلبها فيها قسوه دي فضلوا عايشين ومستمتعين بالحياه وشايفين ان هم كده عايشين في سعاده، في الاخره مش هيبقى كده خالص. الموضوع عند ربنا هيبقى حسابه تقيل وعسير جدا للناس اللي قلوبها حجريه بالمنظر ده. دي من ضمن الحاجات اللي اختفت. وقيسوا على كده بقى، ما بقاش حد بيساعد حد. ما بقاش حد بيحب يقدم خدمه لحد. كل واحد بيقول انا نفسي زي ما قلت لكم. يعني الاول كان الناس تشوف نجاح بعض. الاول الناس كانت تساعد بعض بمعلومه، تساعد بعض بكلمه. في ناس كتيره كانت بتحب تنجح سوا. دلوقتي لا. نجاح اللي قدامي يعني فشلي انا. هي الناس بتقيسها كده. الناس حرفيا امانه ربنا في ناس كتيره قوي بتقيس نجاح اللي قدامها بفشلها هي. طب انت مالك بيه؟ لا، اللي قدامي ما ينجحش كده. في ناس كده نفوسها مش حلو. زمان ما كانش كده.
زمان كانت الناس شوية بتحب الخير لبعضها، دلوقتي ده اتعدم خالص. بقت نسبته الناس اللي بتحب الخير لبعضها 5%. انا مش عايزاكم تحسوني ان انا ظالمة في الحكم على الناس بالمنظر ده، بس هي دي الحقيقة. للأسف الحقيقة دايما بتوجع، الحقيقة دايما من كتر ما هي صريحة بتوجع، بس للأسف اسمها في الآخر حقيقة. الظلم زاد قوي، الناس بقت بتظلم بعضها كتير جدا، سوء النية بقى بين الناس وبعضها كتير جدا. كل واحد بيبني أفكار وتوهمات وإجابات في دماغه بناء على اللي هو بيتصوره مش اللي قدامه قاله، ويقعد يقول لك ده غيرك عاد وده زاد وده قال وده عمل. طب هو قال كده فعلا؟ لا، أنا اللي تخيلت كده. طب اللي قدامك ده مسؤول عن تخمناتك انت ولا تخيلاتك انت؟ لا. بقينا بنظلم بعض بكل الطرق، بقينا بنتلكك لبعض. واحد يكتب بوست على الفيسبوك، يا ده ممكن يكون قصده كذا، ده اكيد في حاجة نية مبينة لحد، ده اكيد بيحب جديد، ده اكيد اتطلقت، ده اكيد عملت. انتوا مالكوا يا جماعة؟ انتوا مالكوا؟ السوشيال ميديا الكارثة اللي بقينا عايشين فيها، ويا ريتنا بنستخدمها صح، ده احنا بنستخدمها أسوأ استخدام. بنهين بعض عليها، بنجرح بعض بكل الكلام اللي لا يمكن يحتمل ان هو يتسمع. بنخمن ونفترض سوء النية على الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا واللي بتطلع على السوشيال ميديا بدون اي واقع او بدون اي اثبات. انتوا مالكم؟ دي اتطلقت عشان كذا، ده دي راحت المشوار الفلاني عشان كذا حصل له كذا، ده هي اتغنت وجالها الفلوس دي كلها، اكيد بتعمل حاجه مش كويسه، اكيد ده غسيل اموال، اكيد دوت حاجه مش كويسه. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا اشتغلنا قضاء على الناس؟ ده عمل كده ليه، وده اشتغل كده ليه، وده جاب الفلوس منين، وده قال كده ليه؟ انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ ويا ريت كلامه بس وبيوصل للكلام وبس ولا الاسئله وبس، ده بيوصل لحد الشتيمه والاهانه، بيوصل لدرجه بجد مرضيه. احنا بقينا في سوء ظن واهانه مرضيه. ليه بنعمل كده في بعض؟ مش عارفه. ده ما كانش موجود زمان، لا ما كانش موجود بالمنظر ده، كان موجود بنسبه، لان كمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه عالم افتراضي تاني كل واحد بيتخيل كل حاجه وكل واحد يكتب اي حاجه وكل واحد يعيش قصص مع نفسه. ما كانش فيه كل ده زمان، فالموضوع زاد بزياده السوشيال ميديا. انا لو قلت لكم كم الكومنتات اللي انا مسحتها على الفيديو اللي انا نزلته من يومين، اللي هو بتاع الحاجات اللي اختفت من حياتنا زمان، كانت موجوده زمان واختفت، مش قادرين تتخيلوا. واحد حاطط لي 4 كومنتات شتيمه ورا بعض. انت بتعلمي الناس الفضيله، انت كذا انت كذا، وبصوا كلام بقى، كلام بشتايم بقى. ده انا كده قلت حاجات محترمه، شتايم. ليه كده؟ ليه؟ ده مش انا بس، والله العظيم ما انا بس، ولا بتكلم عشان انا بس بواجه كده، لا لا لا، ده الاف البني ادمين بيواجهوا الكلام اللي انا بشوفه. ليه بنعمل كده في بعض؟ مش عارفه. واحد بيقول لي هو انت بتقولي اي كلام، هو زمان لا ما كانوش بيلبسوا كده قوي، وزمان كانوا ما كانوا، يعني انت مش عارفه ان المعاكسات زمان ما كانتش موجوده؟ لا كانت موجوده. وايه، احنا المفروض الست هي اللي تبقى محترمه عشان الراجل ما يبصلهاش، عشان الراجل برضو المفروض ليه حق، المفروض هيقدر يمسك نفسه ازاي. هو ايه ده؟ هو ايه الرد المستفز الواقح ده؟ يعني ايه راجل يمسك نفسه ازاي؟ هو الراجل ده ايه، حيوان هيمشي ورا غرايزه؟ واحده ماشيه في الشارع مش محترمه وبتهين نفسها وبتعري نفسها، يا حر، ربنا اللي هيحاسبها. انما انت تبص وتمد ايدك وتعاكسها، ده يدل على اخلاق مين، انت ولا هي؟ هي كده كده قلة الادب اللي هي عملته، انا مش ببرر لها انها لابسه كده، بس انت تقوم تزيد الطينه بله وتعاكسها وتقل ادبك وتتحرش بيها وتتعامل معاها بطريقه مش حلوه؟ هي لابسه وحش، ده يديك الحق انك تقل ادبك عليها؟ ايه ده؟ ده يديك الحق انك تمد ايدك عليها وتقول لها كلام جارح ومهين؟ انتوا يعني بتحللوا ايه يا جماعه؟ بتحللوا ايه؟ قله الادب بقت بتتحلل دلوقتي، عدم التربيه وعدم الاحترام والعين اللي مش بسيطه بقت بتتحلل دلوقتي. ايه ده؟
كل ده بقى حاصل نتيجة ايه؟ وكل البلاوي اللي احنا شايفينها نتيجة ايه؟ ان مفيش رحمة، ان مفيش انسانية، مفيش سلوك متحضر زي زمان، مفيش احترام ما بين الناس وبعضها ولا محبة بين الناس وبعضها. راحت حل مكانها الأنانية، وحل مكانها الكره، وحل مكانها النفسنة. الناس بقت بتنفسن من بعضها. أرجع وأقول تاني، السبب الأساسي النشأ، التربية. انتوا عودتوا عيالكوا على ايه؟ ربيتوهم على ايه؟ ربيتوهم على الاحترام؟ ربيتوهم انهم حتى لو شافوا بنت لابسه لبس مش كويس ما يبصوش مهما حصل؟ عودتوهم ان الرزق غيرهم مش هيمنع رزقهم؟ عودتوهم المحبه ما بينهم وما بين الناس؟ عودتوهم ان هم يفرحوا لفرح غيرهم؟ عودتوهم ان هم يحترموا احزان الناس، يحترموا الكائنات الاضعف منهم والبني ادمين الاضعف منهم؟ عودتوهم على كده؟ هو ده الاساس. عودتوا عيالكم على كل ده هيطلعوا فاهمين كل ده. مهما حصل في الدنيا مش هيتغيروا، مهما شافوا من حاجات سيئة في الدنيا هيفضل الأساس اللي اتربوا عليه هو ده اللي مكملين بيهم في حياتهم. مش هيبقوا مرضى نفسيين. إنما احنا دلوقتي بقينا عايشين ومحاطين بالمرضى النفسيين. مرضى نفسيين على اختلاف أنواعهم وأعمارهم وتوجهاتهم، كل حاجة. بقينا بنفرح في المصايب، بقينا بنكره الفرح للناس. كل حاجة في حياتنا بقت ماشية بالمشقلب. ربنا يرحمنا يا جماعة من اللي احنا بنشوفه في حياتنا. ربنا يدينا قلوب ونفوس رحيمة. ربنا يدينا محبة ما بيننا وما بين بعضنا. ربنا يبعد عننا شر الأذية. أذية بكلمة. الأذية مش لازم تكون بالفعل بس، لا، الأذية بكلمة. انت ممكن تجرح حد وتموته بسبب كلمة. وديكوا شفت البلوجر اللي هو توفى بسبب التنمر وبسبب المضايقات اللي جات. ممكن يكون مش ده السبب وأساسي، ده عمره طبعا، دي أعمار. بس ليه نوجع حد؟ ليه ننيم حد على المخدة وهو زعلان من اللي احنا بنقوله له ولا اللي احنا اتصرفنا معاه؟ ليه؟ حاولوا ترحموا بعض يا جماعة. حاولوا يبقى فيه محبة في قلوبكم لبعض، عشان العالم بقى مليء بالوحوش والمرضى النفسيين. ربنا يرحمنا. متشكرة جدا ليكم.